النهارده باذن الله هتكلم عن مقاسات العيون المناسبه لكل نوع. كل نوع عايز مساحه كام في كام وارتفاع كام عشان يقدر يشتغل مظبوط من غير ما المساحه تكون ضيقه عليه. خليكم معانا. 3 2 1 0. اول حاجه دي عين 60 في 60. انا بس حبيت اوريكم حاجه. ده مثلا قص اهو، ماشي، ده الارتفاع فوق القص. ده قص مثلا كينج. الكينج بالنسبه هتكلم اول حاجه هتكلم بالنسبه للكينج. ده قص حجم كبير، وانا شايف ان الحجم ده ارتفاع بسيط ما بينه وما بين الفرد، مثلا يعني نقول 10 سم تاني فوق. العين دي 60 في 60 ارتفاع 50. العين دي ما تظبطش مع قص كينج زي ده. يبقى الكينج ده الحجم الكبير ده الجامبو بيحتاج 60 في 60، بيحتاج يا ربي 60 في 70 او 60 في 80 ارتفاع فوق ال 55. ارتفاع 55 او ازيد. تمام. ده بالنسبة للكينج والارتفاع ده. طيب هنيجي مثلا هنا، ده قص روماني. ادينا احنا شايفين الارتفاع قد ايه ما بينه وما بين السقف. تمام. الروماني بيشتغل، دي عين بتاعته 60 في 70 ارتفاع 50، دي مساحة او مناسبة اوي ليه. زي ما احنا شايفين هو ادي الطاجن وادي الفرد التاني واقف براحته. الارتفاع ادينا شايفين القص ده شغال تمام في العين دي. نيجي مثلا لقص مالتي. دي برضو اهو الارتفاع عالي. ادي دي 60 في 70. تمام. 60 في 70 ارتفاع 50. ده برضو ظابط فيها الكلام ده. ادينا شايفين ارتفاع القص مستريح اوي. ده مستريح اوي هنا. لكن نيجي هنا لا، ده مش مستريح. 60 في 60 ما تظبطش للحمام ده. ناخد بالنا من النقطة دي. ده قص، ده فرد مثلا مدينة امريكي مع طيرة كينج. ماشي. ادينا شايفين القص والارتفاع مستريح اوي هنا. يبقى المدينة كده بيشتغل في العين دي 60 في 70. قلنا الروماني، قلنا المالتي. مثلا دي هنبص هنا، ادي طيرة مثلا مدينة، ماشي، ودكر كينج برضو بيشتغلوا هنا. تمام. قص التكسان بيشتغل في 60 في 70 اهو زي ما احنا شايفين. تكسان تمام. 60 في 70 بالنسبة للتكسان برضو مظبوطة اهو. ادي المساحة والارتفاع مظبوطين عليه. طيب الروماني برضو حاجة جامبو اكبر من اللي شفناه 60 في 70. المفروض ان العين دي بتبقى ضيقة على قص زي ده. نيجي بقى الانواع اللي بتشتغل في 60 في 60 مستريح. العين دي 60 في 60 ارتفاع 50. زي ما احنا شايفين قص زي ده. ده رومي، ماشي، شغال مستريح اوي. ده برضو رومي شغال مستريح. تمام. ده قص مالتي، اديني بجربه شغال برضو كويس 60 في 60، لان المالتي بيبقى شاطر شويه في الدكر. لو طلع الطيره ما بيبقاش يعني عصبه ماسك نفسه، فبيقدر يطلع في اي حته، ما بيبقاش زي الحمام اللي هو اهو. ده شغال كويس، ماشي. يبقى الرومي بيشتغل في 60 في 60، ماشي. ادي ده مثلا قص رومي، تحتيه برضو زغاليل. ده قص رومي شغال. ده الطيره روماني 60 في 60 ظابطه. واللاحم بيشتغل في 60 في 60 ارتفاع 50.
الرومي برضو. ماشي، يبقى احنا كده عشان دايما الناس اللي بتسألني على الرومي والمساحات، 60 في 60 مناسب قوي للرومي. الارتفاع 50، الروماني مش ما يقلش عن 60 في 70 ارتفاع 50. نيجي بقى للمساحات الصغيرة، العين دي 50 في 50 ارتفاع 50. سيبنا من الارتفاع ده مش مالوش لازمة قوي بالنسبة للحمام اللي انا هوريه لكم ده دلوقتي. ده مثلا قص جعفرة، الجعفرة تشتغل في 50 في 50. كل الأحجام العادية تشتغل في 50 في 50 مظبوط. العادية زي جعفرة، الزواجل، الكشك، الاستراليات، المراسلات، كل ده يشتغل في 50 في 50 مستريح قوي عليه. زواجل اهي ماشي، انواع زينة كتير تشتغل 50 في 50. حتى النفاخ يشتغل في 50 في 50 لانه عايز ارتفاع 50، مش عايز مساحة كبيرة. ادي زواجل، دي المساحة اللي هي 50 في 50 ارتفاع 50. دي المساحة اللي هي للحمامة العادية. لكن زي ما قلنا الكينج 60 في 70 ارتفاع 50، الروماني 60 في 70، الرومي العادي 60 في 60. دي المساحات اللي احنا المناسبة لكل الحمام. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، وشكرا على المشاهدة. وما تنسوناش بإذن الله من اللايك الجميل، واستنونا بإذن الله فيديو جديد.